والله هناك قصة في القرآن كلما أقرأها تأثر كثيرا. رجل كان بعيدا عن الله عز وجل وكان لا يصدق بيوم الدين. الله لو تقولها يا شيخ. هذه قصة اثنين أصحاب في الدنيا. نعم. واحد منهم منكر البعث والنشور يوم القيامة، والآخر مؤمن بلقاء الله ومؤمن بالجنة وبسؤال الله، وأن إذا انتهى هذه الدنيا إلى زوال وأن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. فكان صديق السوء الذي لا يؤمن بالآخرة يقول لصاحبه: أنت مصدق مثل ما يقولون الآن؟ هذا يجيبون كلام من عندهم وانت مصدق ان في عذاب قبر، وهذا ترى كلام ما يدخل المخ ولا يدخل يعني مثل الطرح العلماني. نعم، مثل الطرح العلماني الليبرالي الالحادي اللي حاصل الان. نعم. تشكيك الناس في الثوابت وفي المسلمات. صحيح. وفي يعني امور من الدين وفي صلب الدين اللي الانسان لو صدقها ممكن يخرج عن المله وعن الدين. يقول له: انت مصدق ان في يوم قيامه وفي بعث وفي نشور وانه راح يسألنا الله، وحاول يغرره ويصد عن سواء السبيل، عن الحق وعن الطريق المستقيم. لكن هذا الإنسان ثبت وترك صاحب هذا السوء. فلما يدخل يوم القيامة الجنة يتذكر الحوار اللي دار بينه وبين صاحبه في هذه الدنيا، صديق السوء في الدنيا، وانه كيف كان يبغى يصده لكن الله ثبته ونجاه وخلده القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون